الثمرة الأولى أن تعلم بأن الإمام المعصوم لا يقاس به أحد، وأن انتهاك الحرمة بقتل الإمام المعصوم هو أعظم الانتهاكات. فلا تجي تقايس، تشوف تصير مأساة هنا، مصيبة هناك، ويلات تمر على البشرية بالتاريخ، يصير أكو عملية إبادات، تصير أكو عملية ترويع، تصير عملية قتل للأطفال، عملية دمار. صحيح كل هذا احنا نحافظ على المظلوميات، ولكن لا نقيس مظلومية أحد بمظلومية أبي عبد الله مهما كان قدره أبدا. ليش؟ لأن المعصوم لا يقاس به أحد. لو لم يكن قد قتل الحسين بهذه القتلة، لو كان قد قتل سما مثلا، ما منا إلا مسموم، تبقى مصيبة الحسين وهو مسموم أعظم من أي جرائم سواء كانت جماعية أو غير جماعية. ليش؟ لأن مجرد التطاول على حجة الله الذي نصبه الله عز وجل على الخلق هذا شيء مهم. ولهذا ليش احنا نقرأ السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر؟ شنو يعني ثار الله وابن ثاره؟ شنو يعني الوتر الموتور؟ حسين ثار الله، ثار الله يعني شنو؟ يعني دم الله، دم تعلق بالله عز وجل، مو أي دم. مثل ما كعبة الله، حجر حال حال بقية الأحجار. شنو ميزتها؟ لأنها أصبحت كعبة لله، فصار لها من القدسية بحيث الحجر منها إذا قبله الإنسان له ما له من الفضل. مكة وما أدراك ما مكة، لابد أن تحفظ حرمتها. زين مكة اللي حرمة الإنسان المؤمن في بعض النصوص أعظم من حرمتها، نفس حرمة إنسان مؤمن أعظم من حرمة هذا البنيان كما ورد عن الإمام، فما بالك بحرمة الإمام المعصوم بالدم الذي تعلق بالله تبارك وتعالى. لا يقاس بمصيبة الحسين مصيبة، ولا تقاس أبدا. ولا يجي واحد يزايدنا مزايدات على حسب موازين عاطفية أو موازين ما أعرف انتمائية أو حزبية أو إلى آخره. هذا كله نضعه على جانب. مصيبة الحسين خط أحمر لا نقيس بها مصيبة أبدا. مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في السماوات والأرض. جيب لي أنت مصيبة اهتز لها عرش الرحمن. أعزائي الذي جرى على الحسين شيء لا يطاق. وليش قلت لك هالحيثية المهمة أن الحسين حجة الله. وإلا إذا تلتفت الله عز وجل لأجل ناقة أباد قوم بأكمله بعذابه. ميزان الله تبارك وتعالى يختلف عن ميزاني وميزانك، ويختلف عن الموازين الطبيعية. موازين الله تختلف. ليش؟ لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فما بالك بالمعصوم الذي هو قلبه هو باب الارتباط بالله عز وجل، محل المعرفة بنور الله. قلبه القرآن، هو عدل القرآن، هو المفسر للقرآن، المبين لمجمل القرآن من محكمه من متشابهه. كل هذا الإمام المعصوم هو التجلي له. من هنا لا بد أن نحفظ ذلك.